أهلاً بيكم في حكاية جديدة فيها تفاصيل كتير ممكن تبان عادية في الأول، لكن مع الوقت هتكتشفوا إن كل موقف فيها كان بيقود لحاجة أكبر. صاحب القصة بيقول: اسمي أحمد، عندي 24 سنة، عايش مع أسرتي في بيت بسيط، أنا ووالدي ووالدتي وأختي الصغيرة. حياتنا كانت مستقرة جداً، ما فيهاش أي أحداث مميزة، يوم شبه يوم، لحد ما حصل التغيير اللي خلى كل حاجة تاخد اتجاه مختلف تماماً. عندنا قرايب بنشوفهم على فترات متباعدة، ومن أهمهم عمتي هبة، هي متجوزة وعايشة في السعودية من سنين، وبتنزل مصر زيارة كل سنة أو سنتين. وجودها في حد ذاته كان بيغير جو العيلة بالكامل، لأنها شخصية مختلفة جداً عن أي حد حوالينا. عمتي كانت دايماً مهتمة بنفسها بشكل واضح، لبسها أنيق، حضورها قوي، وطريقتها في الكلام فيها ثقة تخلي أي حد يسمعها باهتمام. مش بس كده، كان عندها كاريزما غريبة تخلي أي حد يشوفها يفضل فاكرها. من وأنا صغير كنت بحب وجودها وسطنا، لكن مع الوقت ومع كبري بدأت ألاحظ تفاصيل أكتر. بقيت أركز في أسلوبها، في ضحكتها، في طريقة تعاملها مع الناس. مشاعر غريبة بدأت تظهر جوايا، لكن كنت دايماً بحاول أتجاهلها وأتعامل بشكل طبيعي قدامها. أكتر لحظة كنت بستناها لما بتيجي من السفر هي لحظة السلام والترحيب، مجرد حضن عادي بين قرايب، لكن بالنسبة لي كان ليه إحساس مختلف، إحساس مش قادر أفسره وقتها. في الصيف اللي فات نزلت إجازة طويلة حوالي 3 شهور، ودي كانت أطول فترة هتقعدها من زمان. يوم وصولها أنا اللي عرضت أوصلها من المطار. لما شفتها بعد الغياب حسيت إنها رجعت بشكل مختلف، أكثر أناقة وثقة من أي وقت فات. طول الطريق وإحنا راجعين كنت بحاول أفتح كلام، أسألها عن حياتها هناك، عن يومها، عن أي حاجة تخلينا نتكلم أكتر. هي كانت بترد بشكل طبيعي وبابتسامة، وده خلاني أحس بشوية راحة. اللي ساعد أكتر إن بيوتنا قريبة جدا، نفس الشارع تقريبا، فبقينا نشوف بعض بشكل يومي تقريبا. تاني يوم عملنا عزومة عندنا واتجمعنا كلنا، وكان الجو عائلي بسيط مليان ضحك وهزار، لكن جوايا كان في شعور بيكبر يوم بعد يوم، إحساس إني مش عايز العلاقة تفضل سطحية زي كل مرة. كنت عايزة أقرب، أفهمها أكتر، وأشوف جانب منها محدش تاني شايفه. ومن هنا بدأت الحكاية تاخد مسار مختلف تماماً. بعد أول أسبوع من وصول عمتي بدأت أحس إن الفرصة بقت مناسبة إني أقرب منها أكتر، مش بس كقريب بيزور كل فترة، لكن كشخص موجود في تفاصيل يومها. في البداية كنت بحاول أفتح كلام بسيط، أسألها عن حياتها في السعودية، عن يومها، عن الحاجات اللي بتحبها أو بتضايقها. الغريب إنها كانت بتتفاعل معايا بشكل مريح جداً، وكأنها مستنية حد يسمعها فعلاً. في يوم خرجنا أنا ووالدي وأختي علشان نشتري لها لابتوب جديد. دخلنا محل كبير، وصاحب المحل رحب بينا بطريقة غريبة شوية، وبعد ما خلصنا الشراء عمل لنا خصم كبير من غير ما نطلب. وأنا في الطريق سألت والدي عن الموضوع، فقال لي إن الراجل ده كان مرتبط بيها زمان قبل الجواز، لكن الموضوع ما كملش. المعلومة دي فضلت في دماغي وخلتني أفكر في حياتها بشكل مختلف. بعدها بيومين كنت عندها لوحدنا، وكانت دي أول مرة نقعد سوا بدون وجود حد من العيلة. حسيت إنها فرصة مناسبة إني أفتح الموضوع بشكل غير مباشر. قلت لها بهدوء: هو صحيح كان في حد في حياتك قبل جوزك؟ بصت لي وابتسمت وقالت: بس زي ما بيقولوا النصيب هو اللي بيكمل. الطريقة اللي قالت بيها الجملة كانت بسيطة، لكن حسيت إن وراها حكايات كتير. الكلام بعد كده فتح بينا مواضيع أكتر، وبقينا نتكلم براحة من غير أي توتر. بعد شوية لقيت نفسي بسألها: أنتي مبسوطة في حياتك؟ سكتت لحظة وبعدين قالت: أنا عايشة وبعمل اللي عليا. الإجابة كانت مختصرة لكنها كانت مليانة إحساس. حسيت إن في حاجة ناقصة أو حاجة مش بتتقال. بدأت أتكلم معاها بشكل أعمق وأقول رأيي بصراحة. قلت لها إنها شخصية جميلة وقوية، وإن أي حد في مكان جوزها المفروض يكون مقدر ده جداً. ضحكت وقالت بنبرة خفيفة: أنا عارفة إني كويسة، بس مش كل الناس بتشوف ده. من اللحظة دي
حسيت إن في جدار بينا وقع. بقينا نهزر أكتر، نضحك ونتكلم في تفاصيل شخصية بشكل طبيعي جدا. مع مرور الأيام العلاقة بينا بدأت تتغير، بقينا نقعد مع بعض لفترات أطول، نتفرج على أفلام أو حتى نتكلم في مواضيع عشوائية. هي كمان بدأت تحكيلي عن يومها بشكل تلقائي وتشاركني حاجات صغيرة كانت ممكن تعدي على أي حد تاني عادي. كنت حاسس إنها مرتاحة معايا، وأنا كمان كنت مستريح في وجودها بشكل غريب. لكن في نفس الوقت كان جوايا إحساس بيكبر، إحساس إني مش عايز العلاقة دي تفضل عند حد معين. ويمكن من غير ما أحس كنا إحنا الاتنين بنقرب من نقطة مش سهل الرجوع منها. مع مرور الوقت بقى وجودي في حياة عمتي شيء أساسي، مش مجرد زيارة عابرة أو قعدة عائلية، خصوصاً بعد ما جوزها سافر فترة وبيتها بقى هادي بشكل ملحوظ. بقيت أنا الشخص اللي بيساعدها في أغلب مشاورها، سواء طلبات البيت أو أي حاجة تحتاج تتحرك علشانها. الموضوع بدأ بشكل عادي جداً، لكن مع التكرار بقى جزء من يومي. ابنها كان صغير نسبياً ومش بيعتمد عليه في الحاجات المهمة، فبالتالي أنا بقيت الأقرب ليها في كل التفاصيل. في يوم وإحنا قاعدين بنتكلم بشكل عادي قالت فجأة: أنت عارف، أنا بقيت بعتمد عليك أكتر من أي حد هنا. الجملة كانت بسيطة لكنها أثرت فيا جدا. حسيت بمسؤولية وفي نفس الوقت بشعور مختلف، كأن ليا مكانة خاصة عندها. بدأت تفتح معايا مواضيع أعمق، مش بس كلام يومي. كانت بتحكي عن ضغط الحياة، عن الروتين، وعن إحساسها بالوحدة رغم إن حوالينها ناس كتير. كنت بسمع لها باهتمام وأحياناً أرد بكلام يخفف عنها، ومع الوقت بقى في نوع من الراحة بينا، خلى الكلام يطلع بسهولة من غير تفكير. كنا ساعات نقعد نتفرج على فيلم أو حتى نسمع أغاني ونضحك على مواقف بسيطة. الوقت كان بيعدي بسرعة جدا من غير ما نحس. لكن الحقيقة اللي بدأ توضح مع الأيام إن العلاقة بينا ما بقتش عادية زي الأول. في مرة كنا قاعدين جنب بعض وسكتنا فجأة من غير سبب واضح. الصمت كان غريب لكنه مش مريح زي الأول. كان في إحساس إن كل واحد فينا بيفكر في حاجة مش قادر يقولها. أنا شخصياً بدأت أحس بتردد، هل اللي بيحصل ده طبيعي؟ ولا إحنا بنتجاوز حدود المفروض ما نتعديهاش؟ لكن في نفس الوقت ما كنتش قادر أبعد. وجودي جنبها كان بيريحني، وكلامها معايا كان ليه تأثير كبير عليا. هي كمان كانت بتتصرف براحة أكتر معايا، بدون رسمية أو حواجز. أحياناً كانت تضحك وتقول: إحنا بقينا صحاب أكتر من أي حاجة. الجملة كانت بتتقال بهزار، لكنها كانت حقيقية بشكل كبير. الأيام دي كانت مختلفة، فيها راحة لكن كمان فيها توتر خفي. كل حاجة كانت ماشية بشكل طبيعي على السطح، لكن تحتها كان في إحساس إن في حاجة بتتغير. ويمكن أكبر مشكلة إن التغيير ده حصل بهدوء، من غير ما ناخد بالنا، لحد ما حصل موقف بسيط جدا في شكله، لكنه كان كفيل إنه يخلينا نواجه الحقيقة اللي كنا بنهرب منها. في ليلة من الليالي حوالي الساعة 4 الفجر صحيت على صوت تليفوني بيرن بشكل متواصل. بصيت في الشاشة لقيت عمتي هي اللي بتتصل. رديت بسرعة وصوتها كان واضح فيه قلق وتوتر. أحمد، أنت فين؟ بسرعة تعالى، ابني تعبان جدا ولازم نروح المستشفى حالا. ما فكرتش لحظة، قمت لبست على طول وأخدت مفاتيح العربية، وخلال دقايق كنت عند باب بيتها. طلعت بسرعة لقيتها واقفة مرتبكة شايلة ابنها وحالتها مش مستقرة. شلت الولد وساعدتها ننزله وطلعنا على أقرب مستشفى. الطريق كان هادي بشكل غريب، لكن جوايا كان في توتر كبير. وصلنا والدكاترة استلموا الحالة بسرعة، وبعد الكشف قالوا إنه محتاج تدخل بسيط ويتحجز شوية وقت للملاحظة. فضلنا معاه لحد ما دخل غرفة العمليات. الساعات دي كانت طويلة جداً، كل دقيقة كانت بتمر بصعوبة. كنا قاعدين جنب بعض لكن مفيش كلام كتير. القلق كان مسيطر على كل حاجة. بعد فترة الدكتور خرج وطمنا إنه العملية نجحت، لكن لازم يفضل تحت الملاحظة لحد المساء، وقال إنه وجودنا مش ضروري حالياً ونقدر نرجع نرتاح شوية ونرجع بعدين. بصت لي وقالت بتعب: نرجع البيت شوية؟ أنا محتاجة أرتاح. وافقت على طول ورجعنا سوا. أول ما دخلنا حسيت قد إيه اليوم كان مرهق. هي دخلت المطبخ بشكل تلقائي
بتحاول تجهز حاجة سريعة ناكلها قبل ما نرجع المستشفى. قربت منها وقلت: سيبيك، انتي تعبانة، خليني أساعدك. ابتسمت ابتسامة خفيفة وقالت: وجودك جنبي كفاية. الجملة كانت بسيطة لكنها وصلتني بشكل مختلف. كان واضح إنها مرهقة نفسياً قبل أي حاجة. قعدنا شوية نهدي وبدأنا نتكلم عن اللي حصل. الجو كان هادي لكن في نفس الوقت مليان مشاعر مختلطة. بعد ما خلصنا قالت إنها هتاخد شاور سريع علشان تفوق شوية قبل ما نرجع المستشفى. وأنا قعدت في الصالة بحاول أرتاح، لكن عقلي كان مشغول بكل اللي حصل. بعد دقائق نادت علي من جوا وطلبت مني أجيب لها حاجة من الأوضة. قمت من غير تفكير ودخلت بسرعة. الموقف كان عادي في ظاهره، لكن في لحظة معينة حسيت إن في توتر غير مفهوم. وقفت لحظة وكأني كل حاجة حواليا سكتت. هي لاحظت ارتباكي وضحكت بخفة علشان تكسر الجو، وقالت: حاجة بسيطة خلت الموقف يعدي بشكل طبيعي. لكن الحقيقة إن اللحظة دي كانت مختلفة، مش لإنها حصل فيها حاجة واضحة، لكن لإنها خلتنا إحنا الاتنين نحس إن في حاجة اتغيرت فعلاً. ومن بعدها ما بقاش سهل نرجع زي الأول. بعد الموقف اللي حصل في البيت مفيش حاجة كانت واضحة بشكل مباشر، لكن في نفس الوقت كل حاجة كانت مختلفة. رجعنا المستشفى في هدوء، وكل واحد فينا كان غرقان في أفكاره. الطريق اللي كنا بنهزر فيه قبل كده بقى مليان صمت، حتى الكلام البسيط بقى تقيل. دخلنا عند ابنها وكان لسه تحت تأثير العملية، نايم بهدوء. قعدنا جنبه وكل تركيزنا كان عليه، وكأننا بنحاول نهرب من أي حاجة تانية حصلت. عدت الساعات لحد ما بدأ يفوق تدريجياً، ووقتها حسينا براحة كبيرة. اللحظة دي رجعتنا شوية للواقع وفكرتنا إن في حاجات أهم لازم نركز عليها. بعد ما اطمنينا عليه رجعنا البيت تاني، لكن المرة دي كل واحد كان حذر في تصرفاته. مفيش نفس العفوية اللي كانت موجودة قبل كده. هي بقت أهدى وأنا بقيت بحاول أتحكم في تصرفاتي أكتر. بقينا نتكلم بشكل طبيعي لكن في حدود واضحة، كأن في اتفاق غير معلن بينا. مرت أيام وكل حاجة رجعت تدريجياً لروتينها، لكن الإحساس اللي اتكون ما اختفاش. في مرة كنا قاعدين بنتكلم بشكل عادي وفجأة قالت: أحمد، في حاجات لازم تفضل في حدودها علشان ما نخسرش بعض. بصت لها وسكت لأن الكلام كان واضح حتى لو اتقال بهدوء. فهمت وقتها إن اللي حصل مهما كان بسيط كان ممكن يفتح باب إحنا مش مستعدين له. ومن اللحظة دي بدأت أتعامل بشكل مختلف. بقيت أوازن بين القرب والحدود، بين الراحة اللي كنت بحسها وبين الصح اللي لازم يتعمل. هي كمان رجعت لشخصيتها الهادية وبدأت تقلل من الوقت اللي بنقضيه لوحدنا، مش بشكل مفاجئ لكن تدريجي. الإجازة خلصت ورجعت حياتها زي ما كانت وسافرت تاني. يوم سفرها كان عادي جداً، من برا سلام وكلام بسيط، لكن جوايا كان في إحساس مختلف، مش ندم لكن وعي. وعيت إن في علاقات ممكن تبدأ بشكل بريء، لكن لو ما تحطش لها حدود ممكن تاخدنا في طريق مش صح. القصة دي ما كانتش مجرد موقف عدى، لكنها كانت درس فيه إن القرب مش دايماً معناه إننا نكمل، وإن أحياناً أقوى حاجة ممكن نعملها إننا نوقف. ومن وقتها بقيت فاهم إن مش كل إحساس لازم نمشي وراه. بعض الإحساس الأفضل نسيبه يعدي بدون ما نديه فرصة يكبر.